في 2020 دول كتير ما كانتش عاملة حسابها لمواجهة فيروس كوفيد 19، وده خرط في أخذ الإجراءات الاحترازية، وده أدى لخسائر في الأرواح حتى خسائر اقتصادية كبيرة. ولو فرضنا إن العالم كان وصل لمرحلة متقدمة من التطور التكنولوجي ساعدته في اكتشاف الفيروس من بدري وتوقع حدوث المشكلة مسبقا، كانت النتائج طبيعي اتغيرت. هو ده بالظبط اللي هيعمله الذكاء الاصطناعي الفترة القادمة. الأدوات اللي بتعمل بالذكاء الاصطناعي هتكون قادرة إنها تكتشف الأمراض بسرعة وتشخصها، وحتى تضع خطط العلاج وتكتشف الأدوية. كل ده عن طريق خوارزميات معينة بتحلل الصور الطبية وأنماط الدراسة وبتتوقع المشكلات الصحية المحتملة، وبالتالي ده هيؤدي إلى تدخلات بشكل أسرع، يعني نتائج أفضل للمرضى. وده معناه إن الذكاء الاصطناعي هيخلي الرعاية الصحية أكتر سهولة من أي وقت فات. ومن الرعاية الصحية للمواصلات ووسائل النقل العامة اللي هتكون أكثر ذكاء، وده واقع إحنا عايشين جزء منه دلوقتي مع السيارات ذاتية القيادة. حتى المواصلات العامة زي المترو والترام اللي بيتم استخدام التكنولوجيا في تشغيله وإدارته. مش بس الموضوع هيقف لحد كده، تقنيات الذكاء الاصطناعي هتساعد في تصنيع أنظمة إدارة حركة مرور ذكية وتحسن وسائل النقل العام وتجعلها صديقة للبيئة. وده معناه إن تنقلاتنا هتكون أكتر أمان، وهتقل الاختناقات المرورية اللي بنعاني منها في معظم دولنا. يعني ممكن في يوم من الأيام نلاقي إن اللي بيسوق التاكسي عبارة عن إنسان آلي. ولو بصينا على التعليم فهنلاحظ إن الذكاء الاصطناعي هيعيد اختراع التعليم من أول وجديد. يعني الأنظمة المطبقة في مدارسنا دلوقتي قريبا جدا هتختفي لاتباع ال AI أو الذكاء الاصطناعي نموذج اسمه تجارب التعلم المخصصة أو Personalized Learning Experiences، وممكن في فيديو تاني نشرح إيه الكلام ده. المهم إن ال AI هيساعد الطلاب على الوصول لإمكاناتهم الحقيقية والكاملة، بمعنى إن الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي هتعمل على تخصيص تجربة التعلم من خلال تحليل أداء الطلاب وتحديد الفجوات في المعرفة وتوفير محتوى مخصص لسد هذه الفجوات. وكمان هتساعد المعلمين في إدارة المهام الإدارية وعمليات التصحيح واكتشاف الانتحال أو السرقة العلمية اللي هي plagiarism detection، وده يعرفه طلاب الماجستير والدكتوراه وبعض الجامعات للتأكد من أن الورقة البحثية غير منقولة من أي ورقة بحثية أخرى. المال شيء مهم، وطبيعي إن عالم المال والأعمال يتأثر بالذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية الحالية. خوارزميات الذكاء الاصطناعي قريبا هتحدث ثورة في الصناعات المالية، لأن هيتم استخدامها في الكشف عن الاحتيال وتقييم المخاطر وإدارة الاستثمار. وهيتواجد مستشارين آليين مدعومين بالذكاء الاصطناعي ودورهم تقديم نصائح مالية مخصصة. وخوارزميات الذكاء الاصطناعي هتقدر تتنبأ باتجاهات السوق وتحسين المحافظ الاستثمارية. وأعتقد لو كانت الخوارزميات جاهزة في 2008 كان الوضع اختلف ودول كتير قدرت تعدي الأزمة. عموما خبراء المال بيتوقعوا أزمة قريبة في 2023. يا ترى الذكاء الاصطناعي والبشر هيكونوا مستعدين لها ولا لا؟ طبعا احنا ما بنبشرش بأي حاجة سيئة لا سمح الله، ولكن ده توقع من خبراء المال مش أكتر. حتى المنازل اللي بنعيش فيها دلوقتي أو هنعيش فيها في المستقبل القريب متأثرة بالذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. على سبيل المثال المنازل الذكية المتاحة حاليا واللي تقدر تتحكم في كل حاجة في البيت عن طريق تطبيق موبايل. الموضوع ممكن يروح لأبعد من كده، زي مثلا أتمتة المهام اليومية في المنزل، تحسين استهلاك الطاقة، توفير أعلى مستويات من الأمان عن طريق أنظمة المراقبة وكشف التسلل. ومن الطبيعي أن الوظائف يكون لها نصيب من التطور التكنولوجي الحالي. للأسف الذكاء الاصطناعي هيساعد في اختفاء الكثير من الوظائف واستبدال البشر بالآلة. على سبيل المثال روبوتات المحادثة والمساعدات الافتراضية اللي بتعمل بالذكاء الاصطناعي هتساعد الشركات على توفير دعم للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والإجابة على الأسئلة المتداولة وأتمتة المهام الروتينية.
ده يؤدي إلى تحسين رضا العملاء وتقليل التكاليف. وأعتقد إن الموضوع ده مطبق في بعض الشركات الكبرى. يعني اللي مش هيطور نفسه في الفترة القادمة للأسف سوق العمل مش هيقبله. دي مجرد أمثلة بسيطة عن كيفية تسهيل الذكاء الاصطناعي لحياة الإنسان، ونقدر نقول إنها مجرد بداية اللعبة مش أكتر. مع استمرار تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي لسه محدش عارف إيه المجالات التانية والعجائب اللي تنتظرنا في المستقبل. لو أنتم متحمسين للتغيرات اللي هتحصل في المستقبل، اسمحوا لنا نعرف آراءكم في التعليقات.